السلام عليكم متابعيني الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مساء الهنا والخير والسعادة. انا مي شاهين ودي قناتي على اليوتيوب. قدمت معاكم وصفات كتير، اكلات ومخبوزات، طبعا كلها بفضل الله ثم تشجيعكم ليا. طول ما انتوا بتشجعوني هفضل استمر، وان شاء الله اقدم لكم احسن حاجة. وزي ما انتوا متعودين مني دايما ان في القناة عندي هتشوفوا ان شاء الله كل الوصفات المجربة مليون في المية، فاكيد هتنجح معاكم من اول مرة. ولو لسه أول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وخليكي واحدة من أسرتنا الجميلة على اليوتيوب. النهاردة هكمل معاكم سلسلة المخبوزات، ويلا بينا نعمل الروعة دي. ما شاء الله ميني بيتزا تحفة جميلة جدا. ويلا بينا على طول نبتدي. هاجي في بولة هحط فيها نص كوباية مية بتكون دافية، بس ممكن كمان تكون سخنة شوية. وبحط فيها معلقة كبيرة خميرة و3 معالق سكر، وبقلبها كويس جدا جدا. الخطوة دي مهمة قوي علشان أضمن إن الخميرة بتاعتي شغالة. هضيف عليها معلقتين زيت وكمان معلقتين كبار زبادي. طب لو مش موجودة زبادي مفيش مشكلة خالص، هنستغنى عنها، ممكن نستعوضها بلبن. وكمان هحط بيضاية. يبقى انا كده في بولة حطيت معلقة كبيرة خميرة، 3 معالق سكر، ومعلقتين كبار زيت، ومعلقتين كبار زبادي او لبن رايب، وبيضاية. وقلبي كويس جدا قوي الخليط ده. الخليط ده رهيب يا بنات علشان اعمل معاكم وصفة النهاردة. بجد هتعجبكم جدا جدا جدا. قلبوا 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 لغاية ما تأكدوا ان كل المكونات اتمزجت كويس جدا مع بعض. وبعدين هسيبها على جنب، وهبدأ بقى في المكونات الجافة. انا هنا استخدمت نص كيلو دقيق، رشة ملح، ومعلقة كبيرة بيكنج باودر. البيكنج باودر من المكونات الأساسية في الوصفة دي. قلبي كويس جدا، وزي ما انتي متعودة معايا استخدمت بيكنج باودر في أي وصفة لازم تقلبي الدقيق كويس جدا جدا. وبعدين ضيفي بقى الخليط اللي احنا عملناه اللي هو الخميرة والبيض والزبادي وكمان الزيت، وقلبي كويس كويس جدا. وابدأي بقى ان احنا ايه هنعجن. النهاردة هعمل معاكم الميني بيتزا بالطريقة الأصلية. هتطلع معاكي قطنية جدا جدا، وفعلا أكنك بتاكلي، عارفة انتي الطراوة واللذاذة، حاجة كده جميلة جدا. سيبك انتي من اللي انتي بتشتريها من الأفران والمخابز، لا لا لا، هتطلع معاكي حاجة تانية خالص، هتعشقيها لو جربتيها بنفس الطريقة. اعجني بقى كده كويس جدا ولمي كل الدقيق معاكي. هنعجنها تقريبا حوالي من 7 ل10 دقايق. وطبعا لو انت عايزة تستخدمي العجان هيبقى متاح جدا، وممكن كمان ياخد منك 5 دقايق بس. يبقى مدة العجن في العجان 5، بس لو على ايدك زودي كمان ممكن توصل ل10 دقايق. هنبدأ بقى نزود المية تكون دافية لسخنة، بالذات في الجو البرد. يعني احنا لو في الصيف عادي جدا تبقى يعني دافية، لكن هنا عشان الجو برد جدا فانا بخليها تسخن شوية، تبقى سخنة شوية. هضيف قد ايه؟ هضيف حوالي كوباية الا ربع. اعجني كويس جدا. في الاول هتلاحظي ان العجينة كده ماسكة في ايدك، مفيش اي مشكلة خالص. زي ما باوريك اهو ان انا استخدمت كوباية الا ربع. تمام. وابدأي برضو كملي عجن. اعجني كويس جدا جدا بقى. بصي خدي وقتك، انا محتاجة تكون العجينة طرية بس في نفس الوقت متماسكة، مش بتلزق ابدا في الايد. هتلاحظي اول ما بتضيفي المادة السائلة اللي هي مثلا المية او اللبن ان هي بتلزق زي ما انت شايفة كده. مفيش مشكلة خالص، اوعي تزودي دقيق. كملي في العجن. اعجني كويس جدا لغاية ما تتلم كلها وتبقى عجينة واحدة. هنستمر كده في العجن لغاية ما تبقى معاكي عجينة ملساء خالص، ما شاء الله طرية جدا، ولكن شايفين فيها لزقة بسيطة قوي. هي مش بتلزق في ايدك ولا اي حاجة خالص، بس بتلزق حاجة بسيطة قوي كده في البولة اللي انت شغالة فيها. كده خلاص تمام. هلمها بقى كده كورة. ما شاء الله بجد تحفة، تبارك الله. هجيبها بقى كده وهغطيها بستريتش راب، وهسيبها تخمر، تاخد وقتها في التخمير. بحط بس سنة زيت على الوش كده علشان ما تقشفش، احنا عارفين الجو برد قوي. هتاخد حوالي ساعة ونص. طبعا لو انتي حطاها في مكان سخن شوية مش هتاخد منك حوالي ساعة وربع ساعة بالكتير. لازم تخمر كويس جدا. هسيبها بقى وهقول لكم نعمل ايه الخطوات الجاية. تعالوا بقى نحضر مع بعض صلصة البيتزا المميزة جدا، اللي هتميز البيتزا بتاعتك عن اي وصفة او عن اي صلصة تانية. اول حاجة بجيب كمية الطماطم اللي انا محتاجاها. انا هنا جبت حوالي نص كيلو طماطم. هتشيلي الجزء اللي فوق بدوران كده، وبعدين تعملي
cross كده من تحت. الحركة دي بتساعد إن هي تستوي أسرع من غير ما تزودي لها مَيّة. يبقى أنا كده جبت الطماطم بتاعتي وجهّزتها، وبعدين هاضيف عليها 4 فصوص توم كبار، وحوالي 3 ورق لورا، تمام. هارفعهم بقى على النار على نار هادية، وهاغطّيها لغاية ما نوصل للسِوَى ده. شايفين؟ تعرفي إن هي استوت أو إن هي كده جاهزة، إن أنتِ بتيجي تشيلي القشرة بتاعتها بتتشال معاكِ بمنتهى السهولة. في المرحلة دي هابدأ إن أنا أضربها بالهاند بلندر أو ممكن طبعًا تضربيها في الخلاط، بس أنا باستخدم الهاند بلندر علشان هو ممكن يستحمل معايا درجة الحرارة العالية. اضربيها كويس جدًا، أهم حاجة ما تضيفيش مَيّة خالص. لو هتستخدمي الخلاط ضيفي حوالي ربع كوباية مَيّة يمكن أقل من كده. أنا كده ضربتها كويس أوي علشان الورق اللورا يختفي تمامًا، ولو لقيتِ فاضل عود كده شيليه. هاحط بقى معلقة زيت كبيرة و ومعلقة فلفل أسمر ومعلقتين زعتر، دي مهم جدًا، جدًا في الوصفة دي، ورُشّي بقى كده معلقة ملح صغيرة، قلّبي كويس جدًا، جدًا، وسيبيها تتسبِّك على النار. لازم الزعتر ده مكون أساسي في صلصة البيتزا، وسيبيها على نار هادية لغاية ما تتسبِّك تمامًا، وقبل ما تطفي عليها حطي فيها معلقة سكر. صدقوني يا بنات هتفرق جدًا، جدًا في طعم البيتزا. هنا بقى خلاص العجينة بتاعتي ما شاء الله خمرت وادتني عجينة ملساء جدًا وطرية مش عايزة أقول لكم إزاي. هنا قسمتها نصين، هاشتغل بيها على طول، وهاقول لكم دلوقتي هنقطعها إزاي. طبعًا في طريقتين، ممكن تقطعيها من أولها كده دواير صغيرة، بس الطريقة دي أولًا بتاخد وقت، ثانيًا مش هتضبطي حجم الدواير زي بعض. فالأحسن والطريقة الأسرع وكمان هيدّيكِ نفس الشكل أو نفس الحجم تقريبًا، هو إن أنتِ بتقسمي العجين بتاعِك، وبعدين كل جزء أنتِ قسمتيه، يعني مثلًا لو نُص كيلو على 2، لو كيلو على 4، بتفرديه زي ما أنتِ شايفة كده ما شاء الله بتتفرد في ثواني، لإن هي طبعًا مكوناتها أو مقاديرها مضبوطة جدًا، وأخدت وقتها في التخمير، فما شاء الله بتتفرد معاكِ بمنتهى السهولة. بتفرديها على هيئة دايرة كبيرة زي ما أنتِ شايفة كده، وحاولي على قد ما تقدري استخدمي إيدِك علشان تحسي سُمك العجين يبقى كُلّه واحد أو مَيّة العجين زي ما بيقولوا كده واحدة، ما تبقاش حتّة عالية وحتّة واطية. ضبّطي كده الدايرة بتاعتِك، ما شاء الله، تحفة. عايزة أقول لكم العجينة ما شاء الله مقاديرها مضبوطة جدًا. ممكن بقى تستخدمي أي قطّاعة عندِك أو أي حاجة متاحة زي طبق صغير أو كوباية، استخدمي الحجم اللي أنتِ تحبيه. أنا شايفة إن الحجم ده كده مضبوط جدًا، حاولي بقى تقرّبي الدواير من بعض. تعالوا بقى كده وأنا باقطّع أحكي معاكم في البدائل اللي إحنا ممكن نستبدلها بالمقادير. يعني مثلًا لو مش متاح عندي الزبادي وعايزة أعمل الوصفة دي، ممكن تستخدمي نُص كوباية لبن وعليها معلقة كبيرة خل، هيدّيكِ نفس النتيجة بالضبط اللي هو اللبن الرايب. طيب لو أنتِ مش عايزة تضيفي اللبن الرايب خالص أو الزبادي، ضيفي لبن عادي خالص وعليه معلقة خل، يعني كل المكونات ما تستخدميش مَيّة بقى، استخدمي لبن أو كمان ممكن تستخدمي اللبن البودر وعليهم المَيّة نفس الكمية. أنا كده خلاص قطّعت كل الكمية اللي عندي، هاستخدم صاج وأدهنه كويس جدًا بالزيت، ويبقى أنا كده خلّصت. تعالوا بقى هنا هاسيبها برضه تخمر شوية لغاية ما أقطّع المكونات اللي أنا هاستخدمها في الtopping بتاعة البيتزا. شايفين؟ كده بقى الصلصة خلاص بقت جاهزة. ما شاء الله اتسبكت كويس جدًا، ومش عايزة أقول لِك على الريحة والطعم، ميكس الزعتر مع التوم والسكر بجد طعمه رهيب. أنا هنا هاعمل الtopping بتاعي خضار وميكس جبن، ممكن تستخدمي خضار بس، ممكن تستخدمي ميكس جبن بس، ممكن تستخدمي أي حاجة عندِك زيادة أو أي كميتها قليلة ما فيش مشكلة خالص. ممكن كمان على فكرة تعمليها بشوية صلصة كده وفلفل وطماطم وهتبقى زي العسل. أهم حاجة يا جماعة الطعم الصلصة، وأهم حاجة العجينة. زي ما أنتم شايفين كده هابدأ بقى بصباعي هانزّل بس كده الجزء اللي في النُص في الدواير، وهاسيب الجوانب مرفوعة زي ما هي. طبعًا هي كده برضه اترفعت شوية لمّا سِبتها حوالي نُص ساعة عقبال ما خلّصت تقطيع الخضار بتاعي. ابدئي بقى حُطّي الصلصة بس خلّيكِ كريمة شوية، يعني زوّدي الصلصة من فوق كده علشان تدّي طعم حلو ولون كمان حلو أوي البيتزا بعد ما تخلص. على فكرة الصلصة دي ممكن تعملي بيها البيتزا الكبيرة، يعني دي الصلصة الأساسية لأي بيتزا ممكن تعمليها، اعتمديها وبجد هتدعي لي.
طريقة حلوة قوي وطعمها بيبقى مميز جدا. بمجرد بس ما تدوقيها تعرفي ان هي دي صلصة بيتزا. وزعي بقى الخضار بتاعك زي ما انت شايفة كده. ان شاء الله برضو استنوني في ان شاء الله فيديوهات تانية بحضرها لكم للمخبوزات تحفة وحلوة جدا. وهعمل معاكم قريب جدا مخبوزات اقتصادية قوي وطعمها تحفة بجد، هتدعولي. ويا ريت بقى تسيبوا الكومنت بتاعتكم الحلوة في التعليقات. زي ما انتم شايفين كده. هوزع الاول الطماطم وبعدين الفلفل. طبعا الفلفل متقطع مكعبات صغيرة. الحشو طبعا زي ما قلتلك زي ما انت عايزة بالطريقة اللي انت تحبيها. يعني اللي موجود عندك بجد لملمي كده الفريزر، واللي موجود عندك حطيه. هتدي برضو طعم تحفة. صدق بقى، لانشون، اي حاجة عندك، مثلا بواقي صدور فراخ، اي حاجة عندك استخدميها. زي ما انت شايفة كده هخلص. طبعا معانا هنا برضو زيتون مخلي. استخدمي الاسود او الاخضر اللي موجود عندك استخدميه. وزعي بقى كده خالص. وبعدين استخدمي بقى ميكس الجبن اللي عندك. هو احسن حاجة في البيتزا يعني عموما هي التشيدر والموتزاريلا. عايزة بقى تزودي تركي مفيش مشكلة، او جبنة كريمي برضو تبقى حلوة بس مع الميكس الجبن بس هي احسن حاجة او افضل حاجة مع البيتزا هو الموتزاريلا والتشيدر. وبعدين هتخشي بقى ما شاء الله كده هتسيبيها برضو ترتاح حوالي نص ساعة. وبعدين بدخلها الفرن. يعني انا بسيبها تخمر مرتين. مرة بعد يعني قبل التشكيل ومرة بعد التشكيل. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. هتاخد فرن حامي يعني يكون انتي مسخناه قبل كده مدة مثلا 5 دقايق 10 دقايق. وبتدخل على الشبكة اللي في النص. هتقعد حوالي ربع ساعة مش اكتر من كده. يا نهار ابيض، بصي من كتر ان هي سخنة مش قادرة امسكها. ما شاء الله شايفين عالية. آه لونها حلو قوي. وبجد ريحتها تحفة. وهتطلع معاكي من جوه بقى بصي حاجة تانية خالص شايفين. ما شاء الله. تحسي ان هي كده. يا سيدي. يا عيني حاجة كده تحفة. يا سلام. ما شاء الله. روعة. انا مي شاهين، ويا ريت بقى ما تنسيش لايك واشتراك في القناة. واشوفكم على خير واستنوا مني كل جديد.